اهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ توتي. هنعمل مع بعض النهاردة تحلية سريعة ولذيذة كده، مش محتاجة فرن ولا وقفة ولا مجهود ولا لبن مكثف ولا اي حاجة خالص. يعني بخطوات بسيطة هتعملي الحلويات ديت والكل هينبهر بطعمها. كمان حلوة جدا لو قدمتيها جنب الشاي او جنب القهوة. لذيذة جدا لو جالك ضيوف في وقت قصير كده، ممكن تحضريها وتبقى جاهزة قبل ما الضيوف يجوا. اتمنى تجربوها بطريقتي. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا انا عملتها ازاي. لو انت جديدة على قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل اشعار جديد بكل وصفة جديدة بعملها في مطبخ توتي. شيروا الفيديو لاصدقائكم عشان الكل يستفيد. يلا بقى نبتدي في الخطوات. انا هحتاج كوبايتين من السميد الوسط، لا خشن ولا ناعم. حطيتهم في صينية، في طاسة على النار، الطاسة على نار متوسطة، وهبتدي احمص السميد. خلي ايديكي في التقليب مستمر علشان السميد ما يتلسعش معاكي. انا عايزاه يوصل للون الذهبي، وعلى فكرة هو مش هياخد وقت. في وقت قليل جدا، يعني في خلال 10 دقايق هتلاقي ابتدى يلون معاكي واخد اللون، ومش هتاخدي وقت اكتر من كده يعني. بس لازم ياخد معاكي لون ذهبي. هو ده اللون اللي انا عايزاه. اخد التحميصه الحلوه زي ما انتم شايفين. هبتدي اضيف بعد كده ربع كوبايه من اللبن البودر. اللبن البودر هيديني غنى للطعم، وهيديني طعم لذيذ جدا لانه هيتحمص كمان مع السميد. في الخطوه ديت هدي النار خالص عشان اللبن ما يتحرقش معاكي. اللبن البودر بيبقى فيه نسبه من السكر، فهتلاقيه مع سخونيه السميد والطاسه هتلاقيه لسع معاكي. فخلي النار هاديه جدا جدا، وقلبيه بسرعه كده مع السميد ياخد كمان هو اللون الذهبي. وصفة سهلة وسريعة ولذيذة ومفيهاش امكانيات، يعني من غير امكانيات. احنا ما استخدمناش ولا زبدة ولا لبن مكثف ولا لبن محلى ولا حاجة خالص. بصوا هو كده، ده اللون الذهبي اللي انا محتاجاه. ما تغمقيش عن كده. لو غمقتي السميد اكتر من كده هتلاقي طعمه ممرر او محروق شوية. فاحنا عايزين لون ذهبي غامق سنة لكن مش محروق، عشان نحافظ على طعم الحلوى بتاعتنا. كده انا حمصت السميد خلاص. المادة اللي هتربط لي بقى السميد دوت، انا هستخدم مية. هستخدم كوبايتين من المية، انا محلياهم بنص كوباية من السكر. السكر حسب الرغبة، ممكن طبعا تزوديه شوية او تقلليه شوية زي ما انت عايزة. انا حطيت كوباية وهحط كمان الكوباية التانية، وهي دي هتبقى السوائل اللي هتسويلي السميد. النار هادية خالص، وهبتدي اقلب تقليب مستمر لحد ما السميد يستوي كده ويشرب المية ويتكون معايا عجينة اقدر اشكلها. بس برضو لازم ايديكي في التقليب مستمر. انتي كل ما تقلبي مع سخونية النار هتلاقي القوام ابتدى يتقل معاكي حبة حبة، وابتدى السميد يربط معاكي ويتماسك. شايفين هنا دخل في السوا اهو، وبرضو تقليب مستمر. تحلية سهلة ولذيذة وسريعة، من غير تعب ولا مجهود ولا فرن ولا زبدة ولا حليب مكثف. يعني مش عايزة اقول لكم قد ايه هي موفرة واقتصادية، وطعمها في نفس الوقت فخم وحلو. لو انت عايزة تعملي حاجة حلوة ومش عايزة بقى عجن وخبز والكلام ده كله، اعملي الحلو اللي انا عملته ده. لو انت لسه متابعة الفيديو اعملي له لايك وشيريه عشان الكل يستفيد. ولو انت جديدة على قناتي مطبخ توتي اشتركي فيها وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل اشعار جديد بكل وصفة جديدة بعملها في مطبخ توتي. شايفين ابتدت تتقل وتتجانس، السوائل خلاص اتبخرت تماما، السميد استوى كمان. فانت خلي السميد متماسك كده، ما تخلوش سايل، علشان لما تيجي تقطعي الحلوى بتاعتك بعد ما تبرد ما تفكش معاكي وتتفرفت. يعني اهم حاجة التسوية الصح. هبتدي بقى احطه في الطبق بتاعي او الصينية البايركس، يعني الموجود عندك، او القالب، يعني اي حاجة انت هتشكلي فيها الموجود عندك.
انا عندي هنا كان القالب الاسود دوت، وحطيت فيه كمان ورق زبدة عشان يبقى سهل عليا ان انا اخرج الحلوى بتاعتي منه وابتدي اقطعها. لو انت عندك صينية تشيز كيك اللي هي بتتفتح هتنفع جدا طبعا وهتبقى سهلة عليك. بصوا الخليط عندي لسه سخن، هبتدي بقى اكبسه علشان لما يبرد يتماسك. ما تستنيش عليه لما يبرد، لازم هو سخن علشان تضغطيه كويس، ولما يبرد تلاقيه تماسك معاك. كوبايتين السميد، عايزه افكركم كوبايتين السميد احنا حمرناهم في طاسه من غير اي ماده دهنيه، وضفنا لهم كوبايتين من الميه متحليين بنص كوبايه من السكر. هبتدي اضغط زي ما انتوا شايفين كده كويس جدا جدا علشان الحلوى بتاعتي جزيئاتها كده تتماسك، ولما اجي اقطعها القطعه تطلع معايا متماسكه، ما تبقاش مفرفته. هسيب بقى الحلوى بتاعتي تبرد، وبعد كده هدخلها التلاجة. كمان عايزة اسقعها عشان لما اجي اضيف لها الشوكولاتة تتماسك بسرعة. عندي في القناة الايام الجاية طبعا كله هياكل فسيخ، عندي فيديو هايل للفسيخ ازاي تنضفيه بسرعة وبسهولة، حتى لو 10 كيلو مش هياخدوا معاكي وقت خالص، وكمان تبلته بتتبيلة مميزة جدا. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. اهي الحلوى بتاعتي بردت تماما، هبتدي اضيف عليها صوص الشوكولاتة. دي شوكولاتة انا مسيحاها في الميكروويف، ممكن تسيحاها في حمام مائي وتضيفيها على طول على الحلوى بتاعتك. هسيب لكم كمان في صندوق الوصف لو عندك بواقي جلاش ازاي تعملي فطيرة زي بتاعة الحلواني كده بالسكر البودر والكريز، هتعجبك جدا جدا. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. الحلوى بتاعتي كده جاهزة خلاص، وانا سويت السطح بتاعها بالشوكولاتة. هبتدي بقى ادخلها التلاجة عشان الشوكولاتة تتماسك، ونبتدي نقطعها مع بعض. الحلوى بقى ما اقولكوش على جمالها وعلى طعمها الحلو وعلى سهولتها، ويعني هتطلب منك كتير جدا. لو جربتيها اكتبيلي في التعليقات، واللي جربها بطريقتي وتعجبه يدهيلي دعوة حلوة. هنا انا ابتديت اقطعها، انا قطعتها زي قطع الجاتوه كده، قطع متوسطة. ممكن تقطعيها قطع صغيرة سواريه، قدميها بقى مع الشاي، مع القهوة، مع نسكافيه، يعني مع اي حاجة، اي مشروب انت بتحبيه، حتى لو مشروبات باردة هتبقى حلوة برضو وسهلة ولذيذة. الحلويات دي كمان، النوع ده من الحلوى كمان حلو جدا، ينفع في المصيف، مش هيحتاج منك وقت ولا مجهود. والشوكولاتة يعني انا عملتها في الميكروويف، ممكن على حمام مية كده هتسيحيها ويبقى عندك حلوى سهلة ولذيذة وسريعة. تاخديها بقى على الشط، تسهروا مع بعض وتاكلوها، يعني ايا كان هي سهلة وتقدري تعمليها في اي وقت حتى لو مش موجودة في مطبخك. هنا قدمتها مع قهوة، بس هنا بقى القهوة من غير وش، لان انا ركنت القهوة شوية عمل ما ظبطت المكان بتاع التصوير، فكان الوش بتاعها راح. شايفين شكل الحلوى بتاعتنا قمر ازاي؟ جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وهتعجب كمان اللي انتوا بتقدموها له. حاجة سريعة ومن غير فرن ومن غير امكانيات، ولا لبن مكثف ولا شربات حلويات ولا فرن ولا زبادي ولا زبدة ولا حاجة خالص. امكانياتها بسيطة جدا او مكوناتها بسيطة جدا جدا، لكن طعمها حلو قوي قوي. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. تنسوش تشيروا الفيديو لاصدقائكم عشان اكبر عدد يستفيد. زي ما قلت لكم انا هسيب لكم في صندوق الوصف رابط الفسيخ، طريقة تنظيف الفسيخ وتتبيله، وهسيب لكم رابط الفطير الحلو الشرقي من غير عجن ولا خبز ببواقي الجلاش اللي عندك هتعملي. فيديوهين احلى من بعض هينفعوكي في الايام الجاية دي، محتاجين هتاكلوا حاجة حادقة ومحتاجين كمان تحلوا، ويا سلام لو تعملوا التحلية بتاعتي دي. اتمنى تستنوني الفيديو الجاي. بحبكم، سلام.